السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كده دايما في خير وسعادة. قبل ما ابدأ معاكم احب اشكر كل حبايبي الجداد اللي شرفوني في القناة. اما بقى بالنسبة لوصفة القرص الجميلة اللي قدام حضراتكم دي، وصفة قرص مفيش اسهل من كده. مكوناتها موجودة مش اكتر من الدقيق والمية، يعني ما هيش مكلفة خالص. تمشيها بقى للفطار، للعشاء، ممكن بديل السندوتشات كده. رائعة جدًا ومغذية جدًا. شايفين قد إيه طرية وهشة وجميلة جدًا، شايفين الهشاشة وشايفين الطراوة. كمان نقطعوا واحدة كده مع بعض ونشوفوها قد إيه كده مفرّغة من جوّه وبيضة زي القشطة. شايفين الجمال؟ الشكل رائع وريحتها رائعة جدًا. إن شاء الله تجربوها بالطريقة دي وتنول رضاكم. يالّا كده نبتدوا مع بعض. هابدأ بقى الخطوة الأولى. نزلت بمعلقة من الخميرة. هابدأ أنزل على الخميرة بمعلقتين هرميين من السكر. هانزل عليهم كمان بمعلقتين هرميين من الدقيق، ودي أول تخميرة. بعد كده هانزل بكوباية من المَيّة الدافية. بعد كده رايحة أقلّبهم كويس أوي ورايحة أغطّيهم لحد كده ما يخمروا، يعني في حدود 10 دقايق أو ربع ساعة على حسب بقى الجو. بعد بقى ما خمروا بالشكل ده والخميرة نشطت وبقت جميلة بالشكل ده، هابدأ أضيف لها باقي المكونات. معايا هنا في حدود 5 معالق كده من الزيت، هانزل عليهم كمان بمعلقتين من الخل. هانزل كمان بنُص كيلو من الدقيق المنخول، والنُص كيلو دقيق ده هو اللي أنا أخدت منه أول معلقتين للتخمير. هانزل كمان برشة كده من الملح. بعد كده هابدأ أقلِّب كُلّه مع بعضه لحد الدقيق ما يتشرّب الخليط ده كويس أوي، وبعد كده هابدأ أعجن. جِبت كمان كوباية كده من المَيّة نزلت بيها تدريجيًا، يعني العجينة أول وآخر أخدت كوباية ونُص من المَيّة الدافية. بعد ما عجنتها بقى كويس أوي، نزلت كده عليها بنقطتين من الزيت علشان لا تلزق في الطبق ولا تعمل قشرة. رايحة أغطّيها بقى كده بكيس من أكياس التلاجة، ورايحة أسيبها في حدود ربع ساعة أو نُص ساعة كده على حسب بقى الجو، لحد ما تخمر وتبقى بالشكل ده. بعد كده بقى جِبت صينية مدهونة فُرشة من الزيت وبدأت أقطّع عليها، يعني أصغر من القرصة أو قد القرصة زي ما تحبّي حجم القرصة. قطّعتهم كُلّك بنفس الطريقة. بعد بقى ما قطّعتهم كُلّك مرّة واحدة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، غطّيتهم كده بكيس علشان وشّهم يتن طري كده من غير قشرة ولا حاجة، وبدأت أحضّر في باقي المكونات. معايا هنا نُص كوباية من المَيّة على معلقتين من السُكّر دوّبتهم كده في المَيّة. كمان معايا طبق فيه السمسم على حسب بقى الكمية رايحة القرص تاخدها. ومعايا كمان الحشوة، أي حشوة أنتِ حابة تستخدميها براحتك أنتِ. أنا معايا هنا قرفة على سُكّر، طعمها بيبقى جميل جدًا وريحتها في منتهى الروعة. هابدأ بقى آخُد من أول تقطيعة، ما بتاخدش وقت معاكِ وبتخلّصيها في ثواني. بتبدئي بقى تضغطي عليها ضغطة خفيفة بالشكل ده، وبتخلّي كده سمكها واحد علشان ما ترقِّش من حتّة وتبقى تخينة من حتّة. هابدأ بقى أحشيها بالشكل ده، وهابدأ بقى أقفّل عليها. وأنتِ بتقفّلي حاولي ما تخلّيش فيها أي هوا، حاولي تخرّجي منها أي هوا. بتقفّلي بقى عليها كويس أوي بالشكل ده. بعد ما بتقفّلي كده بتبدئي بقى تحطّيها في المَيّة بسُكّر. بعد ما بتحطّيها في المَيّة بسُكّر بتطلّعيها بقى تنزّليها في السمسم بنفس الشكل كده وبنفس الطريقة. ده بقى اللي بيدّيها لون وبيخلّي لونها معاكِ في منتهى الجمال كده زي ما حضراتكم شُفتوا في أول الفيديو، بنفس الطريقة كده. هابدأ أعمل واحدة تاني كده مع بعضينا. بتخلّي زي ما قُلت لحضراتكم كده، بتخلّي سمكها واحد علشان ما فيش حتّة تبقى رقيّقة وحتّة تبقى تخينة لمّا تستوي. بتقفّلي عليها، بتخرّجي أي هوا منها علشان ما تفتحش منِّك وهي بتستوي. بعد كده بقى بتنزّليها في المَيّة بسُكّر، وبتطلّعيها من المَيّة بسُكّر تحطّيها في السمسم بنفس الشكل كده. شايفين بقى قد إيه سهلة وبسيطة واقتصادية جدًا
والله ما بتاخد أي وقت، في ثواني بتكوني مخلّصاها. هاعمل آخر واحدة كده، بتفرديها بنفس الطريقة كده كُلّه على إيديكِ زي كده ما باقول لحضراتكم، خلّي سمكها واحد. رايحة أحط الحشوة، رايحة أقفّل عليها كويس أوي، قفّلي عليها كويس أوي علشان لمّا تستوي في الفرن ما تبقاش في حاجة مفتوحة، السكر والقرفة يسيحوا كده وينزلوا على الصينية، هيبهدلوا الدنيا. هتنزّليها كده في المَيّة بسكر وهتطلّعيها تحطّيها في السمسم. بنفس الطريقة بقى رايحة أكمّل باقي القرص اللي قدّام حضراتكم دي، طبعًا على صينية كده بتدخل الفرن، دهنتها فرشة بسيطة جدًا من الزيت، بدأت أرُص عليها بالشكل ده، وبتسيبي بين كل قرصة والتانية مسافة عشان لمّا حجمها يتضاعف زي ما حضراتكم شايفين كده، ما تلزقش ببعضيها. طبعًا بعد حجمها ما تضاعف في الوقت ده أنا مسخّنة الفرن الغاز العادي، سخّنته وهدّيته وبدأت أسوّي فيه مع المتابعة طبعًا. لو أنتِ رايحة تسوّي في فرن البوتاجاز على أعلى درجة حرارة على الرف الأوسط مع المتابعة، بتطلع معاكِ بالجمال ده، سهلة وبسيطة واقتصادية جدًا مش أكتر من مَيّة ودقيق، يعني لا حطينا سمنة ولا حطينا حليب ولا حطينا بيض ولا حطينا أي حاجة، قد إيه مغذية وجميلة وريحتها رائعة جدًا وطعمها جميل جدًا. طبعًا بعد ما بتطلّعيها من الفرن معلقتين كده من العسل على معلقتين من المَيّة الدافية بتقلّبيهم وبتدهني وشّها، لو ما أنتيش حابة كده ممكن فرشة سمنة بلدي كده وتدهني وشّها، بتدّي طراوة ولمعان جميل جدًا. بعد ما دهنتها أنا غطيتها سِبتها 10 دقايق كده علشان البخار اللي بيطلع من القرصة يرُد عليها وخلّاها طرية كده زي ما شُفتوها في أول الفيديو. بتطلع بقى معاكِ بالجمال ده، طرية وهشة وجميلة جدًا، شايفين الجمال بسم الله ما شاء الله، إن شاء الله تجربوها بالطريقة دي وتنول رضاكم. حبايبي يا رب كده أكون فدتكم بمعلومة، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.